وبشرى عظيمة لك يا معلم القرآن. إن شعرت بشيء من الملل أو الفتور فتذكر هذا الحديث: من علم آية من كتاب الله. مرات هذه مجربة وأنا مجرب لها، ومن يعلم مجرب لها كذلك. تأتي متعب من العمل، ترجع للبيت الخمسة وربع، تقول ما باش نقري الطلبة، ما نروحش أنا عيان. ترتاح شوية وبعد والله قاعد تذهب إلى المجلس يمدك الله بالقوة. هذه مجرب. وتجلس حتى بعد العشاء ولا باس، وتقري إخوانك وترجع إلى بيتك، وهكذا دواليك، لأنك أنت تعمل مع نشر القرآن الكريم. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة مع الله سبحانه وتعالى. إخوانك ينتظرونك، العامة من الناس ينتظرونك في الحلقة الفلانية، عليك أن تحافظ. وهنا هذا عهد معهم. قطعت جزءا من وقتك، ضحيت بشيء من وقتك لنفع إخوانك حتى يكون النفع متعدد. فهنا نرجع إلى الكلام اللي قال لي نقري غير المتقنين. ملاكك غير المتقنين، فئة من الناس من المتقنين، معناتها خاصة الخاصة. شحال من المتقنين؟ خاصة الخاصة، فئة قليلة، والباقي نسمحوا فيهم؟ لا، لازم نخصهم بشيء من الوقت ونعلم إخواننا ونصبر عليهم. أنت تبذر اليوم، غدوة تجني، لازم تصبر. اليوم تحرث الأرض وطيح الشتاء، وبعد تزرع تسقي ودير لانجري وتعسها مزواوش باش ما ياكلوش هذاك الزرع، ولا تكبر النبتة بشوية يجيك شريح ربي ينحيها لك، ما زكيش العام اللي فات، تجيك جائحة تروح لك، تصبر. هذا العام خسرت، ما جاش الزرع ولا الثمار ما جاش في الشجرة مليح. الشجرة كانت تجيب 40 كيلو ما جابت والو السنة، 10 كيلو تاع زيتون. راجع نفسك، وهكذا. وانت تحب تبذر اليوم، غدوة يخرجوا عندك الطلبة. لا، فالإنسان عليه أن يصبر. هذه رسالة إلى المعلمين، فلا تنسوا هذا الحديث.